السلام عليكم، أهلًا وسهلًا، كي دايرين؟ لاباس عليكم البنات؟ بخير؟ اش اخباركم؟ اش كتعاودوا الامور هانيه؟ كي دايز نهاركم؟ نتمنى ان شاء الله دوزوا نهار زوين وانتم كتشوفوا في هذا الفيديو هذا. انا راه حدايا ياسين كيلعب معايا وكنهضر. لالا كيقول لك ملي تكوني معايا ما تهضري مع حتى واحد، هضري غير معايا انا. سمعتوا؟ ايوا ماشي مشكل، نصبروا معاه وصافي. هنا البنات النهار الاول ديال رمضان اللي غنشارك معكم بعد قبل نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كتعرف اختي النهار رمضان، شوفوا يا زينه هو غادي هكا كنضلوا النهار كامل غادي جاي معايا غادي جالس حدايا في الكوزينه. ملي كيتقلق صافي ولا يجيه الجوع كيبدا يبكي، كنهزو كنمشي نبرك معاه واحد 10 دقايق ولا 15 دقيقة، عاد كنرجع تاني يكبّل الشقا. يعني أنا ملي كندخل للكوزينة راه ماشي تنجلس في هاديك الساعتين ولا 3 السوايع كونتينيو، راه كنمشي ونجي نمشي ونجي وشحال من خطرة. يعني عاد باش يعني شحال من مرة عاد مثلًا كنبدا شي حاجة كنمشي ندير حاجة أخرى وكنعاود نبدا وكنعاود نمشي ندير حاجة أخرى. كاينين اقتطاعات ماشي غير واقفة في الكوزينة كتقضي من حاجة لحاجة لحاجة. أنا راه رديت الخضرة للثلاجة وبديت كنلعب معاه والو يا اختي مولف ليا الثلاجة كيحلها. ما عرفتش اش غندير، درت لها واحد الخويط بعدا باش حزمتها صافي عاد ما بقاش كيحلها بما شاء الله. بغيت ندير لها واحد الساقطة. أنا أصلًا هاد الثلاجة هادي باغا نبيعها، قدامت وتحركتت بزاف وبحال توسخت ليا، كنعيا من الحك فيها عيات، زايد أنها كتاكل ليا الضو، كتاكل الضو فوق القياس. هي في بالي إن شاء الله تنقول غير يسخر الله واحد شوية وغادية نبيعها وغناخد شي تليجة أخرى زوينة وتكون اختي ما تتاكلش الضو. أنا هادي قتلاتني في الضو. ما علينا ماشي مشكل. إن شاء الله البنات في هذا الفيديو هذا غنشارك معكم الأفكار اللي شنو درت للفطور. واخا أنا راني بديت كنصور والتليفون كان عند ولدي وما مسحتش الكاميرا، يعني بحال جات التصوير عيان غادي غير تصبروا معايا وصافي، حيت ان شاء الله الفيديو فيه افكار زوينه وتنظيم زوين. المهم النصيحه اللي غنعطيكم البنات هو فاش يلاه تدخلوا للكوزينه نقيوها من الماعن، حيدوا دوك الماعنات اللي ديجا مغسولين وناشفين وردوهم لبلاصتهم ستفوهم. حيدوا الماعنات اللي موسخين الوسخ اللي داك الزبل حاشاكم اللي تيكون مجموع. حيدوه حيت انا كنخرج الطارو في الليل كيدوزو دوك مولين الزبل كيديو الطارو صافي والطارو كيبقى حتى للصباح عاد كندخلو للدار. ملي كندخلو كنغسلو كنضرب ليه ديك الفريكه كيتسقطر. بما تسقطر كنبقى انايا نجمع الزبل في ميكا، صافي كنبقى ندير الزبل في ميكا حتى كيبان ليا الطارو نشف، عاد كنجيبو كنخشي فيه ديك الميكا صافي تالي هكا كتستاور. هادوك الماعنات الأولين هما اللي كنبدا بهم كنحيدهم عليا، حيت كتعرفوا فاش كيبقى البوطاجي عامر كيجيبوا لك الخنقه كيمرضوك. انا يلا غادي نبدا نغسل، بالي داك اوني سالا صافي ماشي اوني دوسي، انا كنغسل بدوسي. ويوافقني الصراحه ما تيد ليا لا حساسيه لا والو. وسورتو هاد الخضر هذا ديال الحامض فيه واحد الريحه واعره. بالي سالا صافي مشيت جبت قرعه جديده قلت لها ساليتي سيري باي باي لا يردك هاي البديل. مشيت جبت قريعه جديده. ديك القريعه القديمه مع كانت عندي وحده بحالها ديال جافيل وتوسخت لي حتى قلت هذه ملي قربت سالينا غنبدا نعمر فيها جافيل. انا كيعجبني نحط حدايا جافيل مع الماعن، كنبقى ندير بهذيك القريعه ديال الغلاقه ديالها اقتصاديه. مالك هدا هذيك القريعه ديالها قلت لكم اقتصاديه، كنبقى نخوي شويه هكذا شويه هكا وصافي. دابا كان البنات صوبت الراس باش غادي نغسل دوك الموينات نحيدهم عليا باش كيخوى ليا اللافابو كيتنقى، حيت هو فين كنشقى يعني عندي ديك ليسباس صغيره الا مشى حتى عمرات كنمرض ما تلقاش تلاقيه فين نتحرك ولا فين نقي الخضره على خاطري ولا فين ندير شحال من حاجه. صافي غادي نبدا نغسل. اول حاجه انا غادي ندير هي غادي نصايب نصاوب الحريره. اول حاجه درتها هي الحريره، حيت هي اللي كتشد شويه الوقت. شديتها قطعت ليها ديجا انا البارح كنت مفزقه الحمص. صافي داك الحمص ما كنفركو ما والو، انا كنردو نيشان درتو هو الاول في الكوكوط. قطعت عليه بصيله، جبت شويه ديال العدس شويه ديال كنور مطيشه ديجا عندي في فريغو. غنحك غير واحد الوحده اخرى حتى ديك المطيشه اللي كدايره غير قياس صغير. شوفوا ياسين راه غادي معايا صافي. غندير العطريه تشحر واحد شويه ونمرق عليها ونخليها. انا البارحه البنات شريت الحوت، درنا الحوت جبنا السردين. عرفتوا بشحال جبنا ب20 درهم. ديجا اخر مره كنت جبتو جبتوها ب10 دراهم. البارح والله الا جبناها ب20 درهم
وجابوا راجلي، وراجلي ملي كان غادا مشى للجامع وترك كان غادي معاه غير ب10 دراهم ولا جايب غير نص كيلو، قلت ليه صافي معليش ماشي مشكل كي كيلو كي نص كيلو بحال بحال، غنقضيو به غاديك الساعة وتا لغد ليا عاوتاني ونعاودو نجيبو، حيتاش حنا اختارينا النهار الأول في رمضان نفطرو بالحوت وداك الشي غير المقلي، ماشي فطور صحي ولكن كوميم أفكار. صافي داك الشي اللي درنا قطعت البصلة، هي الأولى درتها كيف قلت لكم صابت الحريرة، جبت ودزت نيشان الحوت نقيه، صافي بديت البنات كنقي في داك السرديل دغيا دغيا. الصراحه راه غنوريه لكم ما عجبنيش، بحال الا قديم شويه وصغير، المهم ما كاين لا سرديل لا والو. داكشي ما هاد الايامات بالضبط الا جبتو شي سرديل كنظن راه غير كونجلي، ما كاينش شي حاجه ديال طريه ديال دابا. نقيتو ومن بعد دزت نقيت البطاطا ونقيت درت شلاضه، نقيت الدنجال حتى هو قليتو وصوبت حكا البطبوط معمر. البطبوط غير نقيت الحوت عجنت صوبت الحشوه هي الاولى باش تبرد ليا، صافي عجنت البطبوط حيت البطبوط اللي زوين فيه ماشي بحال المسمن ما تتخليه لا يرتاح لا والو، فيه الخميره كيريح راسو براسو دغيا كتعجنيه كديري الحشوه كتبرد كتقرطي كتعمري كتبداي طيبي ساهل بسيط. وكنطيبو انا بالزيت ما كنفندوش في الفينو، كاين اللي كدير هذاك الفند في الفينو، انا ما كيعجبنيش يجيني بحال الحرش، كنبغيه انايا ملس كيجيب الزيت واعر. درت نقول لكم تقريبا شي 9 الحبات، علاش انا درتهم بحال انا درت سحور وفطور في نفس الوقت، يعني الحريره والبطبوط وشويه ديال التمر واتاي درتهم للسحور. وبالنسبه للفطور، درنا نيت داك البطبوط حطيت منه، درت الحوت مقلي، البطاطا مقليه، الدنجال مقلي، شلاضه ديال البصله ومطيشه، البطبوط، وصوبت العصير، عمرت اتاي، حطيت الحريره. صافي هادشي اللي درت، يعني هادشي كأفكار للنهار الأول ديال رمضان بالنسبة لجوج الناس مزوجين، غير هما بزوج أولا عائلة. يعني العائلة بطبيعة الحال تديري كونتيتي كتيرة، أنا وراجلي درنا داكشي اللي كناكلو، حيت ملي تديري 3 ولا 4 ديال الأطباق في الطابلة راه كديري شوية من هنا شوية من هنا شوية هنا، ما جاتش أنكِ غديري الكثرة وفي الآخر كيبقى. كتعرفوا شي حاجة حنا إلا قلينا كناكلو ديك الساعة، ما يمكنش حنا من سابع المستحيلات تعاودي تاكلي الماكلة، ناكلوا الماكله بارده، ما عندناش هادي، ما عرفتش علاش. حتى مثلا الا طيبنا شي حاجه وشاطت باش نعاودو نسخنوها، ما تتجينيش. انا ماشي من الناس اللي نقدر نطيب للغدا ونخبي للعشاء نفس الحاجه كليتها في الغدا والعشاء، لا كنبغي ننوع هكا يعني بحال هكا كبرت هكا كيتشال ليا خاطري وصافي. بحال هكا البنات ضروري كتنظموا، وفكره على فكره كيجي داكشي متوالي احسن من انه كتدخلي للكوزينة بعشوائية وتدخلي لها من 2 ديال العشية ويأذن عليك المغرب فيها، وتعاودي تدخلي من ورا المغرب تغسلي ديك الروينة ديال الماعن، وتعاودي تاني تدخلي للعشا ديري العشا وديري السحور، راه تضلي بحال خدامة. اللهم كتبلاني. أنا بحال دابا بحال اليوم تنقول اليوم إن شاء الله الفطور ديال اليوم غنحطو لكم غدا، كنقول غندير بيتزا، غادي ندير شوية ديال لي كريب، وندير شي طاوة ديال الدجاج في الفران. بطبيعة الحال غادي نشاركها معاكم. المهم داكشي المقلي راه بداوه تا لاخر لحظة عاد قليو حيتاش كيبغي يتكل سخون. المهم هنا شويه ديال البطاطا، السردين، هذا هو البطبوط اللي قلت لكم خليت غير وحيده خاويه باش ندوزو بها الشي الاخر، الحريره، الحوت. والله يجعل البركه. هكا كان الفطور ديالنا. وإلا عجبكم البنات ما تنساوش ليا لايك، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. تهلاو بزاف راسكم.